السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وفيديو جديد من فيديوهات الحكيم الاقتصادي. فيديو طلب مني كتير في التعليقات، و كنا مأجلينه لغاية الويك اند عشان نتكلم فيه بعيد عن الجلسات يعني. وهو يعني ايه كتير أوي، بس بشوف الكومنت ده في الكومنتات عندي، سواء هنا أو على الفيسبوك أو في أي مكان. الناس بتسأل يعني ايه ميكر الورقة، والناس فاكرة إن كل الأسهم بتبقى يعني متاحة للعرض والطلب الطبيعي ما بين الناس المشترين والبائعين، وده طبعا بيبقى ظاهر في العروض والطلبات بتاع أي سهم. لو فتحتها هتلاقي عروض وتلاقي طلبات، بس هل العروض والطلبات دي حقيقية كلها؟ وهل فعلا الموضوع بيبقى متساب للأفراد العاديين من غير أي تحكم من شخص معين أو كيانات معينة في الأسهم، في العروض والطلبات وفي تحرك السهم نفسه؟ ولا بيبقى في ناس متحكمة في اتجاه السهم ده يروح منين ويجي لفين وهكذا؟ خلينا نتفق في الأول إن مفيش أي سهم في السوق من غير ميكر، إلا ممكن أسهم اللي هي عليها معلهاش تداول إلا ضعيف جدا جدا، وبرضه مش بتبقى متسابة من غير ميكر للورقة أو صانع للورقة إلا فترات قليلة جدا. ليه بقى؟ أي ورقة لازم لها حد يكون متحكم فيها، لأنها مستحيل تتساب للعرض والطلب ما بين الناس بشكل طبيعي. ده بيبان جدا في الورق اللي عدده قليل أو تنفيذاته قليلة شوية. يعني مثلا لو جينا في الأسهم اللي هي بيبقى اللي بيبقى تنفيذها كتير يوميا، زي عامر جروب، القلعة، أوراسكوم، معرفش ايه الأسهم اللي هي بيبقى تداولها كبير جدا في اليوم بالملايين او كمان بمئات الملايين، عشرات الملايين. الاسهم دي بيبقى الميكرز بتاعهم او المتحكمين فيها بيبقوا صناديق استثمار، بيبقى ناس من الشركة نفسها مسؤولين عن حركة واتجاه السهم. واي حد طبعا شغال في بنوك او في او في كيانات اقتصادية كبيرة، او حتى في شركات سمسرة زي الشركات الكبيرة هيرمز بايونيرز وكده، بيبقوا عارفين يعني ايه صناع الورقة، او ان هم متحكمين في ورقة ما او في سهم ما. أما الأسهم القليلة زي مثلا القاهرة أدوية، الصوامع، المطاحن، الأسهم اللي هي بيبقى تنفيذها قليل خالص، ده بيبقى ميكر بقى إيه، يعني مش صندوق، مش كيان كبير، ممكن تبقى شركة طبعا. وفي شركات كتير قوي معروف إنها بتتحرك ورق معين، بتختلف من وقت للتاني، ولكن طبعا في ناس معروفة بالاسم، وناس أصلا كمان من كام شهر ومن كام سنة خدوا غرامات على انهم بيتحكموا في اسهم معينة او تلاعبوا في اسهم معينة. والشاطر هنا إيه اللي ما بيتمسكش. يعني خلينا نتكلم، لو خلينا نتفق ان كل الورق زي ما قلنا في ميكرز، كل الورق في ناس متحكمة فيه، كل الورق بيتم، مش هنقول تلاعب، هنقول تحريكه في اتجاهات معينة بتخدم مصالح ناس معينة، وانت بالاخر بتخش معاهم. انا دايما سبحان الله بقول ان البورصة، وخاصة البورصة المصرية، هي ان انت بتقعد تكتسب خبرة لغاية ما تعرف ناس الماسكين سهم معين او عدة اسهم بتشتغل ازاي، تفهم طريقتهم، تفهم اتجاهاتهم بتعمل ايه، تفهم شغلهم عامل ازاي، وتخش معاهم وتحاول تكسب معاهم. ولا عمرك هتعرف تخش في اقل نقط، ولا عمرك هتعرف تخرج في اعلى نقط. كل ده بيبقى توفيق من عند ربنا. يعني هل انت من خلينا نقول عدم الذكاء ان انت تعتقد ان اسهم مثلا زي العربية اراضي والعامة اراضي ووادي كومومبو تستاهل ان هي تطلع من 70 جنيه وستين جنيه وتمانين جنيه وخمسة وأربعين جنيه لغاية إنها تبقى ب500 جنيه وربعمية وخمسين جنيه؟ ليه الأرض دي لقوا فيها مثلا بترول، لقوا فيها ذهب، لقوا فيها ألماس؟ مفيش. يبقى اللي عامل كده مين؟ هم ناس صناع في الورقة، هم عايزين يعلوا الورقة لأرقام معينة. طيب، ان الميكر يخش يتحكم في ورقه، او الميكر ده مبيبقاش واحد، يعني عشان نتفق برضه، اصل واحد هيقول لي هو يعني ايه ميكر، هقول لك ده صانع الورقه او متحكم في اتجاه الورقه. طب هو ده واحد معين يعني ايه؟ محمد ولا احمد ولا محمود ولا عبده ولا حد معين؟ هو في المايسترو اللي هو المتحكم، وبينفذ بقى او بيدير تنفيذ الورقه من اكتر من حساب، 10 20 30 حساب على قد حجم الورقه. والحسابات دي باسماء اشخاص عاديين خالص. وأدام الورقة فيها ناس كتير بتتعامل بأرقام وأحكام سيولة داخلة وخارجة ومن كذا شركة، يعني ده ما بيستفزش الهيئة. ايه اللي بيستفز الهيئة؟ ان يكونوا اتنين تلاتة هم اللي ماسكين الورقة وعمالين يباصوا لبعض العروض والطلبات،
وبيشتغلوا من شركة واحدة. زي ما اتمسكت شركة مثلا زي شركة الشروق، أنا كنت في شركة اسمها الشروق، وكان الراجل اللي هو أستاذ عبد اللطيف ده بيتحرك منها، وكان بيحرك ورق كتير زي الأهرام للطباعة، زي زهراء المعادي، زي العقارية اللي هو اللي هي المجموعة العقارية. كان بيحرك كذا ورقة، مش فاكر مين، رواد تقريبا، رواد السياحة. كان كذا ورقة، نظم التعليم، كان معروف ان هو بيحرك كذا ورقة. ولكن كان بيحركها من شركتين، وبالذات الشروق. فالشروق راحوا الهيئة راقبوا عليها، لقوا ان عندهم تحركات شكلها مريب، الشركة اتوقفت. وساعتها انا اصلا شخصيا شوف انه بقى واحد طبيعي هو متعامل ما فيش اي مشكلة في اي حاجة. الشروق اتوقفت تقريبا شهر او 3 شهور، والله ما انا فاكر. وساعتها انا كنت بره مصر ومعرفتش افتح حساب في شركة تانية، ومعرفتش ولا بيع ولا اشتري الاسهم. وكانت خبطة تانية في الاهرام للطباعة، الاهرام للطباعة فضلت موقوفة حوالي 3 شهور، لان برضو لقوا ان المجلس الإدارة مفوت أسهم للراجل بشكل واضح. فعشان كده اتوقفت الشركة كمان، أهرام الطباعة اتوقف عليها التداول بالشهور، والله ما أنا فاكر كام شهر. فعشان كده ان الناس اللي فاكره ان مفيش تحكم في الورق، او مفيش تحكم في اتجاه السوق بصفه عامه واتجاه الورق بصفه خاصه، دي ناس لا، لسه عندها قدامها كتير جدا عمال ما تفهم اللعبه ماشيه ازاي. البورصه يا جماعه مش زي ما بيسوقوا لها في التلفزيون، ولا بتتفرج على تقارير إخبارية. والله ده سوق وقد ارتفع المؤشر الثلاثيني إلى قمة جديدة اليوم، وسجل معرفش كام، وارتفع السبعيني، وأداء متباين للأسهم. الكلام ده يا حبيبي اللي بتسمعه في الإيه، في التقارير التلفزيونية. وتسمع برضو الراجل أبو بدلة الشيك اللي طالع يقول النهارده قطاع البنوك حقق معرفش ايه، وقطاع البدنجان حقق معرفش ايه. الناس دي لما بتروح شركاتها، الناس دي معظمها طبعا شغال في شركات، الناس دي لما بتروح شركاتها بتتكلم كلام تاني خالص. في ناس بتشتم بالاب والام. انتوا برضه ممكن تكونوا مستغربين، انا راجل طبيب اصلا، ايه اللي عرفني بالحاجات دي؟ لا انا يعني دخلت وسط الناس دي فتره. في اوائل ما كنت شغال في 2005 و2006، انا كنت بحضر الجلسات من الشركه، وكنت على علاقة بناس صناع ورق، بس صناع ورق صغير. والناس دي اتغيرت دلوقتي، كان الناس صناع العقارية بنوك، وصناع ورق دلتا طباعة. أيام العقارية بنوك دي اللي هي دلوقتي كوبر، كانت العقارية بنوك دي من الشركات اللي التداول بتاعها في البورصة قليل جدا، وعملت تجزئة للسهم، وعملت اكتتاب، وعملت أفلامات كتير. دلتا الطباعة دي كانت بتنفذ 400 600 500 600 سهم في اليوم، وكانت برضه بحاجة و30 جنيه وحاجة و40 جنيه. ف كذا سهم بقى من زمان، السويس للأكياس، جلف ميتال، الأسهم دي أصلا اتشطبت تقريبا، راحت سوق الصفقات. أسهم كتير قوي. فالواحد كان على دراية الناس دي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي. فاوعى تفتكر ان انت ان الدنيا متسابة. الدنيا مش متسابة، ولا العروض والطلبات اللي انت شايفها في السهم تبقى بتاعت الناس العادية. ولو شفت، لو انت لاحظت مثلا سهم زي الاهرام للطباعه، والاسهم اللي هي زي ما بقول لك تنفيذها خفيف، دي تبقى واضحه جدا موضوع الميكرز ليه. هتلاقي مثلا سهم مثلا الاهرام للطباعه، تلاقي مثلا الطلبات 2000 3000 سهم، والعروض 50 60 الف سهم. هو عايز يفطس السهم في الوقت ده. هتلاقي الطلبات مثلا السهم الداون بتاعه مثلا 49، هتلاقي مثلا الطلبات 10 9 99 9 88 9 مش عارف ايه. وبعد كده فجوة كبيرة، بعد كده الطلبات بقيتها على الداون. تحس ان انت لو واحد بس من العروض دي رمى 2000 سهم، السهم هيدون، ومع ذلك السهم مثلا ما بيدونش، وبيفضل مثلا ياخد من العروض، او العكس. ده مثال بس بسيط، انك ساعات تلاقي. اقول لك برضو بتبقى واضحه قوي فين، سهم سيبك من الاهرام طبعا لانه تنفيذه ضعيف وفي الخمسات، فشكله بيبقى قذر شويه. شوف سهم زي الوطنيه نقابات، افتح كده، هتلاقي مثلا السهم بيتداول حوالين مثلا ال87 88 جنيه. هتلاقيه جاي عند ال87 دي، وراس ال87 وقرشين وتلاتة وخمسة وسبعة وعشرة، وفيشة كبيرة ب10,000 20,000 وهكذا. تيجي عند ال85 تلاقي فيه مثلا فجوة رهيبة ما بين ال85 وال75، بحيث ال85 دي لو هو رمى عليها هتلاقي السهم عادي جدا وصل ل75 و70 جنيه مثلا في نفس اليوم. السهم ممكن يدون 20%، لكن هو بيدونش لأنه هو حاصر التداول
ما بين مثلا ال87 88 وما بين ال89 90، عمال يباصي من هنا لهنا ويرمي من هنا لهنا عشان يحسسك ان في تداول في الوقت ده. وطبعا الموضوع بيختلف، هل هو عايز يطلع بالسهم ولا عايز ينزل بالسهم. لو عايز يطلع بالسهم هتلاقيه راصص الطلبات رصة كويسة، فيش متكررة 5000 5000 10000 10000 وهكذا، وشكلها بيبقى واضح جدا. هتلاقي فيشة كبيرة جدا مثلا ب 10000 متكررة، واحد يعني طلب واحد ب 10000 على السعر ده، تلاقيها موجود منها واحد مرصوصين كده، مش لازم ورا بعض لكن عند أرقام معينة. والعروض لو هو ضغط عليها هتلاقي في مثلا فيشه كبيره غير منطقيه محطوطه. السهم اصلا كل يوم بينفذ مثلا 20 30 الف سهم، تلاقي فيشه مثلا ب 50 الف حاططها هو ستوك واحد كده. وعلى فكره الميكرز دول بيبقى شغلهم متشاف قوي، يعني انت تعرف تكشفه لان الفيش شكلها بيبقى باين. ده طبعا لو انت عايز تتدرب على الموضوع ده او تلاحظه، بيكون في الاسهم اللي تنفيذها زي ما بنقول خفيف. ما تروحش تحاول تجرب الموضوع ده في عامر جروب والقلعه والسي اي بي والحاجات دي، مش هتوه، لان الناس دي بيبقى صناديق وشركات كبيره ومديرين استثمار وحيتان تقال. لان الحوت التقيل ده ابو محفظه فيها ملايين، مش هيعرف يدور فلوسه في الوطنيه نقابات، مش هيعرف يدور فلوسه في الاهرام للطباعه، مش هيعرف يدور فلوسه في الورق ده. الورق لازم يلف في سهم كبير. فهتلاقي الموضوع ده واضح جدا. مثلا انت النهارده لقيت سهم من الاسهم اللي هي مثلا عايز تتفرج على حاجه زي دي، لقيت سهم النهارده مثلا يوم المطاحن، النهارده يوم استصلاح الاراضي، هتروح داخل متفرج، خش اتفرج، افتح العروض والطلبات واتفرج والتنفيذات. هتلاقي فيش كبيرة جدا في عروض وفيش كتيرة جدا في طلبات. وطبعا زي ما بنقول اتجاه التنفيذ بيفرق، هو عايز يطلع بالورقة ولا عايز ينزل بالورقة. بيبان في العروض والطلبات، ونبقى نشرح الموضوع ده على سهم بقى معين بعدين. لكن هو بيبان في رصة العروض والطلبات، هو بياخد منين لفين. انت عايز تفهمني ان دول افراد عاديين؟ هل في فرد عادي هيقدر يطلع بسهم حوالي 20% وهو مثلا سعره 200 300 جنيه، يعني يطلع 60 جنيه في يوم واحد ويروح لامم كل الطلبات دي ولا كل العروض دي؟ لا مستحيل. ده ناس بتبقى هي، وكمان ده مش استنتاج، ده حقيقة. الناس دي معروفة مش معروفة بالاسم، يعني معروفة بالاسم طبعا لكل ورقة لأصحاب الورقة، أنا معرفهمش، ولكن الناس دي معروف إن هي بتتداول على الورق ده بطريقة معينة. وليهم ناس وليهم زي ما بيقولوا كده صبيان الميكرز دول اللي بيطلعوا يقولوا لك صواريخ المريخ، واوعى الورقة الخزعبلية، واوعى الورقة الباور سيجنال، واوعى الورقة اللي هتعمل 1000% في أسبوعين. الكلام ده بيبقى حقيقي احيانا، مش حقيقي ان هي هتعمل الارقام دي، لكن حقيقي ان الورقه طالعه فعلا. لكن ليه طالعه؟ لان هم عايزين يعملوا جيمه، واصلا الورقه ما تسواش بصله، بس هم عايزين يعملوا جيمه كده يكسبوا منها. وهيكسب وهيكسبك لو انت بتعرف تخرج قبل ما هو ينهي الجيمه، لان كل يوم الورقه بتطلع اب هو بيبيع. اوعى تفتكر ان ورقه مصفره 20% والميكر ما بيبيعش، لا الميكر بيبيع. كل ورقة كل طلعة هو بيبيع وبيرجع يشتري تاني ويدخل ناس جديدة معاه بأرقام جديدة بأرقام عالية عشان يقدر يدي باور تاني للورقة. طب اللعبة دي هتنتهي امتى؟ هو اللي بيبقى حاطط نهايتها امتى. وإن كان نهايتها يعني هو مثلا حاطط إن أنا هشتري في الوطنية نقابات 50,000 سهم أو 100,000 سهم بمتوسط سعر مثلا 70 جنيه، وهطلع بيهم عنده متوسط سعر 90 جنيه. هل هو أعلى حاجة هيجيبها 90 جنيه؟ لا طبعا، عشان هو يبيع لل90 لازم الورقة تطلع 97 و98. ليه؟ عشان ناس كتير تشتري، وهو هيشتري بالأرقام دي بس عشان يوهمك إن في شراء. تمام. وعشان يوهمك ان الورقه لسه مكمله، وهيروح مديك كام سكه كده في كام منتدى في كام جروب ان الورقه دي هتنفجر، وهتلاقي ناس منزلاك تحليل رهيب، اوعى الورقه دي هتطلع، واوعى الورقه دي هتنفجر، وإعادة التقييم الأراضي ومش عارف إيه، وأوعى. كل الكلام ده يا جماعة بيبقى لعبة. البورصة كلها لعبة. عشان كده في سبحان الله ناس من الناس اللي ليها رأي في الاقتصاد الإسلامي أو الاقتصاد الشرعي، يعني بيقولك إن البورصة حرام من المنطق ده، إن هي فعلا كلها تلاعبات. أنا مش هقول كلها تلاعبات، مش هقول 100% تلاعبات، ولكن جزء كبير منها كبير جدا تلاعبات فعلا. وإن كانت التلاعبات دي مش واضحة لك، ولكن في تلاعبات فعلا بتحصل. تمام. انت عليك انت ايه دورك؟ ان انت عايز تكسب من البورصة او تاخدها كمصدر رزق، انك تحاول تفهم.
تحاول تفهم كل ورقة القيمة بتاعتها بتحصل ازاي، الموضوع فيها بيحصل ازاي. اوعى تفتكر ان انت لازم تتابع كل الورق الموجود في السوق، انت بس محتاج تفهم الفكرة. خاصة لو انت عندك وقت، يعني خاصة لو انت عندك وقت انت ممكن كل يوم من الاخبار، من توجهات الاسهم، من حتى التعليقات اللي على الجروبات، وعلى الجروبات بتاعت التليجرام والحاجات دي، تفهم الناس عايزين يحركوا ورقة ايه او قطاع ايه منين لفين. بس انت تبقى اذكى من الناس العادية، انت مش هتبقى اذكى منهم هم، لان هم اذكياء يعني، بصراحة هم اذكى منك ما تخافش. لكن انت تبقى ذكي بقدر من الذكاء والخبرة، انك تعرف ان هما دي لعبة، دي مش حاجة طبيعية. تمام. ان انت تعرف تدخل فين وتخرج فين قبل ما اللعبة تخلص. عارفين لعبة الشايب بتاعت الكوتشينة؟ لازم تكون عارف ان اللي بيلبس في الاخر هو اللي ياخد الشايب في الاخر. في حد هيلبس، لازم في حد هيلبس الورقة، لازم في حد هيلبس لبسة محترمة. ومهما كانت خبرتك وذكائك وقعدتك في الورق، انت ممكن تلبس عادي. تمام، لانه هو اللي بيقرر اللعبة دي تخلص امتى. والناس حبايبنا بتوع الفني الجمال، مع احترامي ليهم جميعا، الشغل ده هم بيلبسوهم بيه. طيب انا عايز اقول لك حاجة، لو الناس اللي بتفتح قدامك ال الورق وتفضل تسألها انت على ورقة الفلانية والورقة العلانية عاملة ايه ومسوية ايه، ويقعد يقول لك الورقة دي راحة من كذا لكذا، ولها مستهدف كذا، مستحيل تنزل عنه، والورقة دي عمرها ما تكسر كذا، ولو كسرت كذا يبقى هتروح كذا. طيب، لو انت رجل جميل جدا من هذه الفئة وبتقرا المستقبل، سبحان الله، انت عارف الورقة عاملة نموذج الدليل السحلية، وعارف ان هي هتقف فين وتمشي فين، وعارف لما تطلع هتروح فين، وعارف لما تنزل هتروح فين. ده انت مهول يعني. على رأي الراجل، الله يسيب الخير، ده انت مهول يا عم، ده انت عارف كل حاجة. امال ايه ده؟ امال انت قاعد ليه يا ابو فاتح النت وفاتح باقة لا محدودة ام 500 جنيه ولا ام 400 جنيه، وعمال تصدعنا بقالك 30 سنة؟ ده انت المفروض تبقى اغنى من نجيب ساويرس يا حبيبي. ده انت عارف كل سهم رايح فين وجاي منين، وقاري طلعته فين ونازلة فين وراحة فين. ده انت مش ممكن. وتلاقي اصلا الناس دي والله العظيم غلابه، والله العظيم كنت بشوف ناس بتكتب في منتديات والله العظيم مديونه، وملكوده وحالتها كرب. طب انت يا حبيبي بقى دام عارف كل سهم في الاسهم السوق، وتعلق ما شاء الله كل يوم على 50 سهم، كل سهم عارف هو رايح فين وجاي منين، انت ليه مش ملياردير يعني؟ ليه؟ قول لي السر. لانه ببساطه شديده يا جماعه، ما حدش عارف الورق رايح فين وجاي منين. انت ممكن تبقى عارف ورقه، انت لو عارف ورقه او ورقتين رايحين فين وجايين منين قولا واحدا هتبقى ملياردير. على فكره انا اكتر ورقه كسبت منها في حياتي كانت ورقه انا عارف منها معلومه من واحد، من عارف الشركه من الاخر، عارف الشركه دي هتعمل ايه. دي اكتر ورقه كسبت فيها في حياتي. ليه؟ لان الورقه كانت مرميه ب 180 جنيه، محدش اصلا يسمع عنها، كانت مرميه والله العظيم. وانا بقول الكلام ده كان في 2000 كان في 2006 تقريبا، او اواخر 2006. وانا بقول للتريدر بتاعي نفذ لي على الورقه دي، بيقول لي هي ايه الورقه دي؟ وعلى فكره الورقه دي كانت اسك للتعدين. كان بيقول لي هي ايه الورقه دي؟ مين عارفها دي؟ فبيقول لي ده بتنفذ، ده مش موجوده. قلت له يا عم بتنفذ لها 400 500 سهم في اليوم. فالمهم كانت ساعتها 5%، وكانت فعلا مجهوله محدش يعرفها. فقلت له ده انا عايز اشتري بيها في كل فلوسي. قال لي ليه يا دكتور ومش عارف ايه، ده انت في اسهم في ورق كتير حلو. قلت له يا عم مالكش دعوه، انا عايز الورقه دي. اشتريتها والسهم فضل يدون 3 4 5 ايام تقريبا ورا بعض، وتقريبا مش عارف 20% من المبلغ اللي انا حاطه راح، وانا اصلا كنت جاي من خساره رهيبه في 2006 نفسها. فالراجل عمال يقول لي يا دكتور قلت لك دي ورقه وحشه، ومش قلت له يا عم مالكش دعوه يا عم، انا عايز. المهم اسك للتعدين ده طلع ساعتها، انا كنت شايف 180، باين نزل شويه كمان لغايه 100 حاجه و60 ولا 100 حاجه و40. وبعد كده صعود متتالي عدى ال1000 جنيه تقريبا، وبعد كده اكتتاب وعدى كمان. انا بعت تقريبا قبل الاكتتاب، بعت مكسب 1000%. انا طبعا كنت خسران، اللي شاف الحلقات بتاعت حكايتي في البورصة وعارف ان انا كنت خسرت تقريبا يعني 60 70% من فلوسي اللي كنت داخل بيها.
لو كنت داخل كده زي الناس اللي هي دلوقتي الغلابة اللي بيقول لك هو السهم ده رايح فين والسهم ده جاي منين والسهم ده بيعمل ايه والسهم ده حلو والسهم ده مكمل. لا يا عم، انت راح تجيب برتقال. ده انت بقول لك لو واحد قابلك في الشارع قال لك هات 50 جنيه، ده اجيب لك ازازه ميه وابيعها ب 55، تقعد تقول له ايه ليه يا الميه إيه ليه الميه دي مكوناتها، ده تقعد تساله وانت تروح ترمي فلوسك في سهم ولا انت عارف ده ايه ولا شغال في ايه ولا بيبيع ايه ولا بيشتري ايه. ليه؟ لان السهل مش زي وانت حاسس ان قرارك من دماغك، مع ان قرارك مش من دماغك والله. انت بتبقى معمول عليك كومبينه من انت الناس ملهاش دخل فيها، ان شكل السهم وما اعرفش ايه وجاي منين ورايح فين، والاخبار والكلام اللي انت بتسمعه على السهم في الجروبات ومن الناس اللي انت ممكن تكون فاكر ان هي ثقة، بيدخل في السب كونشس عندك، وانت قدام الشاشة بتاخد قرارات انت اصلا مش مقتنع بيها، ولكن انت بتحركك دماغك من جوه. وده حاجة تانية بنتكلم عنها برضو في حلقة تانية، هو سحر الشاشة. انت بتبقى واقف قاعد قدام الشاشة، قاعد بتابع البورصة، ممكن تغلط غلطات انت لو بره الجلسة عمرك ما هتغلطها. وعلى فكرة المشكلة دي في الناس اللي عندهم خبرة واللي مش عندهم خبرة، وانا وناس كتير جدا ممكن نخسر، وانا منكم، وممكن نخسر لان انا قاعد قدام الشاشة متابع، مع ان انا بره كنت واخد قرار صح. لما شفت الشاشة وشفت التنفيذ وشفت العروض والطلبات اتخدعت زيكم جدا، ورحت بايع او شاري قرار غلط. لان يا جماعة زي ما قلت لكم 100,000 مرة، ميكر الورقة أذكى منك واللي بيحركها أذكى منك. ليه؟ لأنه سابقك بخطوة، هو سابقك بخطوة واتنين وتلاتة. فأنت مش عمرك حتى مهما كسبت من الخبرة والذكاء في التعامل، عمرك ما هتعرف تقراه بهذه السهولة. وممكن مرة تقراه صح ومرة تقراه غلط، لأنه هو عارف هو بيعمل إيه، أنت مش عارف. زي صورة خريطة هي معاه كاملة وأنت معاك ناقصة حتة أو اتنين، هو عارف هو رايح فين، أنت مش عارف، أنت بتتوقع. فتوقعك ده مع الخبرة ممكن يعلى نسبة ان هو يبقى صادق، او نسبة ان هو يحصل، ونسبة ان هو ما يحصلش موجودة، مش موجودة. اقول لك زي ما بقول لك، كان كل الناس اللي بتطلع تنصحك، الناس دي كان زمانها يا حبيبي معاها مليارات، وقاعدة في المالديف بقى بتقضي اوقاتها والسيجار في بقها وقاعدة. لكن ان هو عارف كل سهم جاي منين ورايح فين؟ لا يا سيدي، ليه؟ وهل كل واحد اصلا بينصحك ب 20 30 سهم؟ هو مع ال 20 30 سهم مستحيل. هتجيب فلوس منين يا ابني؟ ما هو غلبان زيك يعني. هو ده في ناس يعني انا ساعات لما كنت قبل كده كانت محفظتي بتبقى 100,000 جنيه مثلا، يعني من كام سنة، وابقى بلاقي ناس ماشية ورايا معاهم ملايين. يعني مرة انا برضو ان موضوع ان انا ادير محفظة حجمها كبير، انا ما كانش عندي التالنت دي او المهارة دي. كنت اعرف ادير محفظة صغيرة كويس، لكن كبيرة لا، ما اعرفش اشتري بالكميات دي. كان برضو في زمان كان سيدة فاضلة يعني قالت لي ان انت شوف عايز اتحرك في الاسهم وما اعرفش ايه يمين وشمال وازاي واتحرك وخد نفذ لي وما اعرفش ايه. وكانت محفظتها كبيرة جدا، وكانت للاسف كانت مع حد كان مخسرها خسارة فادحة. قلت لها لا، انا مش هعرف اديرها لك كمضاربة، انا هقول لك خدي في الاسهم الفلانية بس واصبري، وإن شاء الله سنة ولا سنة ونص وهتلاقي الدنيا بقت مختلفة تماما عن اللي انت فيه وقد كان، والحمد لله والحمد لله. انا دايما طريقتي مش ان انا اضارب واشتري سهم النهارده وابيعه بكره ولا بعد يومين ولا بعد ثلاثة. ممكن اعمل كده في 20% مثلا من محفظتي لو انا عندي وقت، لكن غير كده لا. انا باخد الاسهم في نقط معينة انا شايف ان اسعارها دي متدنية او اسعارها كويسة، والسوق والمناخ العام والأخبار الجيوسياسية على الفترة اللي جاية مستقرة، فالسوق هيطلع بشكل ويتصرف بشكل طبيعي، فأنا الأسهم دي هتعلى. افتح شارت لما تخش برضو تمشي في شوية جروبات كده، هتلاقي الناس بتقولك احنا خسرانين واحنا خسرانين بقالنا سنة وسنتين. طيب بالله عليك كده افتح شارت 99% كمان من أسهم السوق لسنة. خش على سندر، خش على أي انفستنج مباشر أي مكان، افتح شارت دقي أي سهم واختار، شوف السهم ده أداؤه عامل ازاي في سنة. لو لقيته عامل أقل من 100%، يعني يبقى ليك الكلام. أسهم عاملة 100%، أسهم عاملة 200%، 300%، 400%، 500%، 1000%، 1000%، وأنت خسران. خسر عملتها ازاي؟ عملتها ازاي؟ أقول لك عملتها ازاي. عملتها ازاي إنك عمال تتنطط ما بين الأسهم وسهم والتاني. السهم ما بيطلعش زي برج ايفل كده، ما بيطلعش كده، تمام؟ واللي السهم يطلع بيه كده هو ده محظوظ. ليه؟ لأنه خد السهم وهو طالع طلعة أفقية. الحاجات دي ما بتحصلش كتير. مثلا زي العم أراضي لما طلع كده، لما انترناشونال بيزنس طلع مثلا من جنيه ل 16 جنيه كده،
ده انت هتكسب غصب عنك، وسبحان الله هتلاقي ناس بتخسر برضه، لكن ده انت هتكسب غصب عنك. طب السهم لو انت شفت السنة اللي هو عمل فيها، نيجي على سهم كحيان عمل 100% بس. ال 100% دي عملها ازاي؟ عملها كده، عملها كده، عمال يعمل قمة أعلى من قمة وقاع أعلى من قاع، عمال طالع زي ما أنت بتشوف التشارت كده. عارفين دايما وأبويا الله يرحمه كان بياخدني، هو كان شغال في وزارة الصحة، كان كان مدير عام في وزارة الصحة. ف... فكنت بروح معاه بنزل محطة رمسيس كتير. فكان في دايما وانا صغير، فكنت معاه في المترو، فكنت دايما في شكل اللي هو معمول على الحيطة، اللي هي الفراعنة دي او التماثيل، لما تقرب لها تلاقيها مربعات، لما تبعد تشوف التمثال. الموضوع ده فعلا يعني مأثر في تفكيري جدا يعني. فعلا انت كل ما بتقرب ما بتشوفش الصورة كويس، في اي حاجة، في الاقتصاد، في حياتك، في اي حاجة، كل ما تقرب تلزق عينك في الشاشة مش هتشوف الصورة كويس. كل ما تبعد الصورة بتوضح، أبعادها بتوضح كمان عوامل مؤثرة في الصورة أنت ما كنتش عمرك هتاخد بالك منها وأنت لازق وشك فيها. فلو فتحت التشارت بتاع سنة هتلاقي السهم طالع عامل 100%. أمال يا جماعة أنا خسرت فيه السهم إزاي؟ السهم ده خسرت فيه لأنك عمال تدخل غلط وتخرج غلط، تدخل غلط وتخرج غلط، مع انك لو سكت، لو اتبطيت خالص ما عادش حاجه، هتكسب اكبر مكسب عمله السهم ده اللي هو ال 100% في سنه. وده بقول لك من الاسهم القليله اللي عملت 100%، ده في اسهم عملت 400% و300%. امال انت ازاي خسران؟ لانك عمال تطلع سهم اشتريته ما طلعش بيك، نزل رحت ماشي منه، ورحت رايح سهم تاني لقيته نزل رحت واخده، راح نازل بيك زياده، جه يطلع طلعت رحت خايف وبايع على طول احسن ما يكملش وينزل بيك تاني، راح واحد مكلمك على سهم تالت رحت رايح، وهكذا بتفضل حاطط نفسك في الاب اند داونز بتاعت كل الاسهم، وبتتحرك بشكل متسرع وشكل غير منظم، لان انت كل سهم انت مش عارف انت دخلته ليه وخرجت منه ليه وعلى اساس ايه. وبس ممكن بمجرد ان كلام حد اتكلم على السهم قدامك او حلله او قال السهم ده كويس او قال السهم ده وحش. فهي دي الغلطة اللي دايما هتدخل فيها وطول ما انت عامل نفسك فاضي وانت مش فاضي، هو دي مشكلتك، ان انت مش مركز، مش بتتعلم، بس فاكر ان انت لما تقرا الناس اللي بتتكلم على الاسهم في الجروبات، او بتقرا التحليلات اللي بيعملوا دلوقتي. يا جماعة الواحد بقى يحط سهم على شات جي بي تي، ده حتى مكسل يعني يغير في شكل الداتا اللي مديها له شات جي بي تي بالايكونز اللي بيحطها جنب كل جملة، بيروح ناقلها لك وكأنه هو اللي عامل التحليل ده. والله العظيم ضحك ضحك. لما تلاقي واحد، لما ترجع بالهيستوري الهيستوري بتاعه في الجروب، فتلاقيه من شهرين كان بيسأل يا جماعة هو السهم ده رايح فين، والسهم ده بيبيع ايه، والسهم ده رايح فين وجاي منين، الحقوني. ودلوقتي بيقول لك اوعى السهم المعجزه، التحليل اللي شفته انا قلت لكم ايه. يا حبيبي السوق طالع يا حبيبي، كل سهم يعني في الاب ترند دي الزيطه. يعني لما يكون الورق اب ترند بتلاقي الزيطه بيزيد، اللي هو عارف بيزيد في الزيطه، هيروح منقي له 25 سهم يقول الاسهم دي كلها يا جماعه السهم ده كذا خدوا كذا يروح كذا، السهم ده طالع، السهم ده مش عارف ايه، السهم ده هيعمل شغل كبير. اتكلم على 25 سهم، كل يوم سهم منهم طلع هيجيب لك سيرته ويحط لك التشارت ويحط لك الصورة، يقول لك كما توقعنا السهم مش عارف وصل إلى مستهدفات عالمية. ال 25 اللي هو قال عليهم سهم دول، ولا يا عم 10 أسهم طلع منهم 3 هتلاقيه حطهم لك. بعد شوية الأسهم التانية بتنزل، بعد كده رجعت طلعت، هو أصلا قايل سعر، قال لك مثلا اشتري عند 25، السهم نزل 23 طلع من 23 ل 26. شفت السهم اللي أنا قلت لك عليه كما توقعنا، توقعاتنا صدقت ومش عارف. هتفضل ماشي ورا الناس دي ولا عمرك هتكسب جنيه، واللي كسبته هترجع تخسره. ولو حظك حلو والموضوع لفق في سهم والسهم طار فعلا وصعد صعود عمودي لأي سبب من الأسباب، هترجع تخسر الفلوس دي تاني وتخسر أضعافها، لأن أنت مش بتشغل ده، شغال بس اللي هو فلان قال على سهم، فلان قال على، يعني لغاية دلوقتي يعني في رجل محترم اللي هو بتاع صواريخ المريخ والفراخ اللي بترقص. يعني مش يعني انت لو عندك، لا سوري يعني لو دماغك شغالة 5%، هتعرف ان الراجل ده مش كويس يا جماعة ده. يعني بيتكلم على سهم 3 ايام ويسكت، هو السهم ايه اللي حصل، وقع من الدور التاني ويشوف غيره ويشوف غيره ويقول لك السهم الباور سيجنال ورايح فين والناس تلاقي الاف اللايكات عنده والاف يا باشا ويا استاذ.
والسهم فعلا ممكن تخش معاه وتكسب، بس لو فضلت هتاخد على عينك، وفجأة هيروح واخدك في سهم. والناس يعني ايه الناس دي استراتيجيتها ازاي؟ والله انا برضو انا احتكيت بالناس دي كتير. الراجل ده ممكن يقول لك سهم ويطلع سهمين، سهم كمان ويطلع سهم تالت ويطلع، ويروح واخدك بقى في سهم الأخدة الأخيرة اللي هو مثلا كسبك 5% و5% و5%، يروح واخدك في واحد اللي هو مثلا بقى بيجمع فيه بقاله فترة كتيرة جدا وسعر معين، ويروح رافعه رفعة التانية التالتة ويروح واخدك سوفليكس، تروح واخد لك 50%. والرمية بتاعته بتبقى رمية اللي هو ايه بقى يا عيني، بيحبسك فيها حبسة اللي هو اللي هو اكيد بيمضي وقف الخساره. يعني انت لو انت حتى حريف وعامل 5% وقف خساره، يروح خبطك 15% كده، اللي هو انت قلت تفكر 15% كتير، هو هيكمل ولا هيطلع تاني ولا هيعمل ايه؟ وهو طبعا باع عليك وخرج يا باشا، وراح شاف الورقه تانية وسابكوا بقى لبعض، سابكوا تصطفوا مع بعض. هنا بقى الميكر اهو، ده هيسيب لك الورقه. الميكر بعد زي ما قلنا بيسند عروض ويسند طلبات، لا ده هيسيب لك الورقه. الورقه لو اتثابت بتنهار، الورقة لو اتثابت بتنهار مهما كان وضعها. شوف ورق قوي جدا من غير ميكرز او ميكرز ضغط عليه، زي مثلا مصر كيماويات. مصر كيماويات من الميكرز القذرة، ليه؟ الله اعلم ده مين الميكر بتاعه، ممكن يكون صندوق الصناديق بتاعت البنوك او حاجة، وهو عايز يخليه في الوضع ده. طيب لو انت وانا وحموكشة وكل الناس شايفة ان سهم مصر الكيماويات وسهم ابو قير للاسمدة واموك وسيدي كرير وموبكو والاسهم الجميله دي كلها اسهم خطيره في قطاع بتروكيماويات، قطاع اندر ريتد، قطاع بيوزع ارباح بمضاعفات ربحيه جامده جدا. هو ليه يا جماعه الورق ده ما بيطلعش؟ ليه؟ لان هو الميكر بتاع حبيبي مش عايز يطلعه. لان الميكر ده هنا بقى هيكون مؤسسات، صناديق، بنوك، الناس اللي مالكه في الورقه مش عايز يطلعه عن الورقة دي. طب لما عايز يطلعه، ابو قير ده اقسم بالله انا كنت شاريه ب 18 جنيه او 19 جنيه، وبعته باين بحاجه و20 جنيه، وبعد كده دخلته بحاجه و40 جنيه، وبعته قرب ال 90 جنيه، وبعد كده السهم كمل ل 100 وشويه. طب دلوقتي بكام؟ ب 44 جنيه، ب 45 جنيه، وهو بيوزع 6 جنيه، مضاعف ربحيه السهم فوق ال 8 جنيه، وعامل نمو كمان في الارباح. نعم البتروكيماويات بقى لها سنتين تلاته متاثره عشان اسعار الطاقه في العالم، بتاعة الأسمدة والبتروكيماويات. ولكن شوف السهم عمل إيه. يعني السهم بيطلع وبينزل مش بمزاجك، ولا بإن أنت شايفه سعره حلو، ولا بإن أنا وأنت والجروب الفلاني شايفه سعره حلو. بيطلع برغبة صناع الورقة، ميكرز الورقة. وزي ما قلنا الميكرز دول أو ميكر الورقة ده ممكن يتدرج من إن هو يكون صندوق او بنك او شركة سمسارة كبيرة، لشوية افراد زي ما بنقول شلة كده بتحرك سهم على ايه، على قده او على باب الله. زي بقى الاسهم الصغيرة، يعني مثلا هيبكو، مش عارف ايه. الاسهم دي بتبقى ليها صانع ورقة، ولكن صانع ورقة ايه يعني، راجل كده معاه 10 حسابات ولا حاجة، بينفذ من شركة ولا اتنين، وبيتحكم في الورقة بضغط رايح ضغط جاي. هيبقوا مثلا من الشركات اللي ممكن تبص على العروض والطلبات بتاعتها تقول ان ممكن السهم يعني يطلع يصفر اب او يطلع يصفر داون بمنتهى السهولة بشوية اسهم. لكن هو زانق التداول ما بين نقطتين معينتين، ما بين مثلا 25 وما بين مثلا 84. هو عايز التداول في الحتة دي، هتلاقي حاطط فيش هنا كبيرة وهي فيش هنا كبيرة والنقل خفيف جدا. انا هيبكو ده كان في مرة انا كنت عايز اشتري، ففضلت حاطط اوردر حوالي 5 6 ايام، والسهم بينفذ فوقي بقرشين وتلاتة ومش بيديني. طب انت ده مش داخل دماغك، ده معناه ايه؟ يعني انت جرب كده في اسهم معينة هتلاقي، مش تجرب تشتري او تبيع، جرب كده شوف سعر معين، السعر ده هيجي ولا لا تحت فيش معينة كده، فيش شكلها سندة. لو انت عايز تاخد فعليا اطلب فوق، لو انت مش عايز تاخد حط تحته كده، هتلاقي مستحيل. يعني معلش هو فرقة مع الراجل هو يبيع مثلا ب4 84 ولا ب4 83، هتفرق معاه؟ مش هتفرق معاه. لكن هو عايز ينفذ في الإطار ده، عايز ينفذ في النطاق ده، وده مش على هيبكو بس، ده على أي سهم تاني. فاللي عايز أقوله لك أو تستفيده من الفيديو ده، ممكن أكون طبعا تطرقت فيه حاجات فرعية. اللي عايزك الخلاصة إنك تفهمه إن مفيش ورقة
بتبقى من غير صانع او من غير متحكم في الورقة. والمتحكم ده ما بيبقاش زي ما قلنا شخص، ممكن يكون كيان، ممكن يكون صندوق، ممكن يكون عدة صناديق، عدة اشخاص، ولكن الرئيس بتاعهم واحد. وعلى فكرة كان في على مدار يعني السنين ساعات بيبقى في خناقة ما بين الميكرز عايزين يسيطروا على ورقة معينة، ودي أسوأ حاجة في العالم، إنك تلاقي في خناقة في ورقة. الخناقة في ورقة دي كانت مثلا واضحة من كام شهر كده في ورقة زي فيتنس برايم، كان في خناقة في الورقة. يعني في اتنين، وفعلا في مجلس إدارة جديد ومجلس إدارة قديم، ناس بيضايقوا بعض. الناس دي لو ما اتفقتش السهم ياخد على عينه، مفيش أي ورقة فيها خناقة بتطلع. وكانت حصلت برضو في الأهرام للطباعة. اعرف ان كل ورقة كده. طب لو الميكر ساب ايده، لو الميكر ساب ايده الورقة بتنهار. مهما كان الشراء والبيع مفيش حاجة اسمها ورقة من غير ميكر، مفيش ورقة من غير متحكم. الورقة دي لو فيها متحكم حقيقي ودخل فيها وبعدين ساب ايده، هتلاقي الورقة بتسقط سقوط عمودي. ليه؟ لان عمر ما الافراد هيشيلوا ورقة، مستحيل. عمر ما الافراد هيشيلوا ورقة، لان هو الميكر ده بيبقى معاه كميات كبيرة جدا من الأسهم، سواء معاه سواء مع اللي معاه، سواء مدعوم من مجلس الإدارة، مدعوم من الشركة، عارف الأخبار، عارف كل الباسواي بتاع الورقة دي رايحة فين وجاية منين، أخبارها هتعمل إيه، هتنزل إمتى، وهو كمان بيبقى متفق معاهم كل ورقة هتنزل إمتى. طب برضه أقول لك على حاجة من الحاجات اللي بتحصل، وهو بيع أو شراء مجلس الإدارة. ليه؟ ساعات تلاقي بيع مجلس إدارة بورق كتير جدا، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، ملايين في الورق الكبير، ملايين. هو لو في مجلس إدارة عايز يبيع كمية زي دي، يعني مثلا كوبر، معرفش، تلاقي واحد باع حصته كذا مليون سهم. هو أنت فاكر إن هو هيبيع الكذا مليون سهم دول على أفراد؟ ده لو باعهم على أفراد هيفرمهم زي اليوم اللي صفر فيه 20%. اليوم اللي صفر فيه 20% ده هو بايعهم على أفراد، وميكر مش هيتدخل، عشان كده السهم جه على وشه. طيب لو في سهم لقيت انت تاني يوم في تعاملات مجلس اداره بيع كميات كبيره، والسهم ما تاثرش، او سهم حتى طلع، او حتى البيع مجلس الاداره ده حصل في منطقه، وبعد كده السهم طلع كتير بعد الورقه دي، بعد الطلعه دي، هو بتاع يعني. هل انت من السذاجه انك تفتكر ان الراجل بتاع مجلس الاداره الساذج ده باع ورقه مثلا ب 190 قرش، والورقه بعد كده راحت 5 جنيه؟ يعني هو اهبل؟ يعني الراجل اللي في مجلس اداره الشركه وعارف الشركه رايحه فين وجايه منين، باع سهم بجنيه و90 قرش وهو عارف ان هو راح 5 جنيه؟ يعني باع مليون سهم، يعني فوت 3 4 مليون جنيه. يا فلوس حرام يا ابني؟ ده اكيد لا، ما عملش كده. امال هو اللي انت شفته راح ب 190 قرش قدامك على الشاشه ده، وصدر فيه بيان رسمي ان فلان الفلاني باع على السعر ده، يا باشا ده بيبقى واخد من تحت الترابيزه. يعني هو عارف ان يعني السهم اللي اتنفذ قدامك ب 190 قرش ده هو واخد فيه 5 جنيه. 190 قرش دخلت في حسابه في البيع بتاعه العادي، والباقي خده اندر. ومعروف مصطلح الاندر ده كتير جدا في السوق، يعني اللي هو واحد باع اسهم معينه بسعر معين انت شايفه على الشاشه، لكن هو بره الشاشه برقم تاني. خلينا نبقى ايه نتكلم، يعني مواضيع كبيرة وفي أمثلة حقيقية، وأمثلة أنت ممكن تشوفها بدماغك، وأمثلة ممكن ما تشوفهاش. تشوفها يعني بالأخبار وكده وتتوقعها، وفي أمثلة فاكرة، وأمثلة قصدي مش هتقدر تعرفها إلا لما تكون عندك معلومة من ناس معينة. لكن اوعى تفتكر ان الموضوع متساب، او ان الموضوع ملوش صحاب، او ان الموضوع ماشي بالحلويات كده، ويطلع راجل محترم يقول لك السهم متروك للعرض والطلب. لا 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 بجد والله متروك للعرض والطلب، ماشي. وبعد كده ترجع زي الراجل المحترم اللي كنت بقول له ما دعمتوش السهم ليه، والشركه بتاع بريميوم هيلث كير، وبعد كده رد عليا قال لي السهم متروك للعرض والطلب. وبعد كده لما راحوا لقوا الشركه مطلعه شيكات للناس عشان تشتغل في السهم. ده اللي هو بقى ده الميكر الايه، زي ما قلنا الحرامي مش اللي بيسرق، الحرامي اللي بيتمسك. سلام عليكم.